على عادي عادي، طب انا فوق لا هو عادي، كله تمام على هادي عادي، انا قدامكم. لا مش لدرجة زياد زازا يعني. مساء الخير، وخليني الفيديو ده اتكلم عن حاجة بصراحة انا عايز اتكلم عنها من فترة كبيرة، ولاني عارف ان الموضوع مش مهم لناس كتير، او يعني زي ما بيتقال بلغة اليوتيوبرز نيش قوي. فانا الصراحة لاول مرة ابقى مش عارف هفتح الموضوع ازاي، او هقول ايه حتى مش في المقدمة بتاعت الفيديو اللي المفروض تحمسك تكمله، لا حتى في الثامنيل الصورة المصغرة او العنوان. فببساطة أنا عايز أتكلم عن ستايلات أو أساليب وجماليات مختلفة في التصميم. الستايلات دي، وأنا عارف إن ستايلات كلمة ممكن تضايق الناس اللي بيحبوا الإنجليزي، اسمها ستايلز. إحنا بنحب زي ما نقول كومنتات ونقول لايكات، فبنقول ستايلات. يعني معلش، يعني الستايلات دي مميزة وبتعبر عن حاجات كتير، ونابعة من ثقافة الإنترنت من منتصف الألفينات لحد دلوقتي، ولكل واحد قصة معايا. انا فاهم، معلش البدايه جافه قوي ومش مسليه لاي حد بيتفرج على الحلقه وهو بياكل مثلا، بس انا حابب في الاول بجمله الجفاف يعني افرق بين 3 حاجات: الستايل، التوجه الفني، التكنيك. الستايل او الاسلوب بشكل مختصر هو الطريقه اللي انت بتترجم بيها فكرتك بصريا من خلال اختيارك لعناصر معينه، الوان، خطوط، تكوينات بعينها. الحاجات دي طبعا لازم تبقى متناسقه مع بعض وبتعبر عن فكره او هويه او ثقافه. بينما التوجه الفني بيكون ليه ابعاد فلسفيه وتاريخيه، وتقدر تقول ان هو طريقه تفكير اكتر من كونه اشكال وحاجات محدده، زي مثلا البوست مودرنزم او الما بعد حداثيه. ده بيكون توجه فكري عام في حاجات كتير: السياسه، الكتابه، التصوير، السينما، كل المجالات الابداعيه. والتوجه الفني بيتفرع منه كتير من الستايلات او الاساليب اللي بتكون مبنيه على المبادئ الاساسيه للتوجه ده، لكن كل واحد بياخدها ويجود عليها باشكال متعدده. اخيرا التكنيك هو الطريقه او الاليه والادوات اللي انت بتستخدمها عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. حبيت ان البدايه تكون اول حاجه مشتركه بين ثقافتنا بصريا كلنا من واحنا صغيرين، وهي واجهه المستخدم بتاعه ويندوز اكس بي، الخلفيه الشهيره اللي هي فيها خضره وسماء ووجه حسن اللي اسمها بليس. الستايل اللي اسمه لونا بمزيج بين اللون الازرق والاخضر والابيض المشبعين، ليهم ملمس كده كنت بفتكره وانا صغير ان هو صلصال بلاستيكي. الزوايا الدائريه للمربعات والمستطيلات، الايقونات اللي شكلها مرسوم لكن معناها حقيقي، ودي حاجه اسمها السكيومورفيزم، يا رب اكون بنطقها صح. يعني الايقونه في الويندوز او الماك او اي نظام تشغيل بيواجه المستخدم تكون بتعبر عن وظيفتها في الحقيقه. يعني الفولدرات شكلها كانها فولدرات او ملفات حقيقيه او مجلدات في ارشيف حقيقي، النوت باد شكله كانه نوته انت ماسكها في ايدك، والاله الحاسبه، وهكذا. السمات البصريه المميزه اللي كانت على النقيض تماما من كل اصدارات ويندوز اللي قبل اكس بي، الحاجات دي كلها شكلت لغه بصريه او ستايل متكامل بيعبر عن افكار رئيسيه ومحوريه: الاحساس بالهدوء، السلام، وحاجه زي دي انت لسه بتحسها دلوقتي اول ما بتشوف اي فيديو او صوره من ذكريات ويندوز اكس بي. العالم المريح، النظيف، البسيط، الخالي من التعقيدات والصراعات. الجهاز بتاعك ده على الرغم ان هو رمز من رموز التقدم التكنولوجي، الا ان هو صاحبك الطيب، كرتوني كده، على عكس كل الاصدارات اللي قبله اللي تحسسك ان الويندوز قاتم ومقبض واجرائي تماما، ما فيهوش اي جانب فني. تأثر الناس باللغة البصرية دي ومشاركتهم ذكرياتهم مع بعض على الانترنت في أول أيامه أثر على كتير من الستايلات اللي هتطلع على النت بعد كده. وأول ستايل أنا حابب أتكلم عنه بيتسمى الفيكتور ديليا أو الفروتيجر مترو. كتير من الناس اللي ممكن تسميهم مؤرخي الفنون البصرية على الانترنت بيعتبروا ان سمات الستايل ده عموم الناس بدأت تحتك بيها من 3 مصادر. اولهم المطبوعات الاعلانية لويندوز اكس بي اللي ظهر فيها الوان صارخة، مزيج بين الاشكال الهندسية، الدوائر، الاسهم، النجوم، والاشكال والخطوط الانسيابية النباتية اللي فيها منحنيات، مع وجود عناصر بتعبر عن تكنولوجيا الفترة واهتمامات الشباب: هيدفونز، سبيكرز، مع لمحة تصميمية معاصرة متمثلة في الاشكال الفيكتور المصمتة بلون واحد او تدرج لوني. تاني مصدر هو الاعلانات التلفزيونيه اللي اشهرها كان اعلانات شركه كوكس المليانه اشكال فيكتور، دواير، خطوط، اسهم، الوان، كانت بتعبر عن التوجه الفني اللي بيتسمى الماكسيماليزم، اللي بيملي كل المساحات في التصميم او الفيديو او الديكور حتى بعناصر، فيخلي الصوره العامه غنيه بالتفاصيل على عكس التبسيطيه او المينيماليزم. ثالث مصدر هي السيلويتس او الخيالات المصمتة اللي ظهرت في اعلانات الايبود 2003 مع الالوان المطرقعه اللي كانت في الخلفيه، اللي هي هتتسمى بعد كده كظاهره فنيه الفور كولرز او الالوان الاربعه. انت مش محتاج تبيع اي حاجه او اي منتج غير في 4 الوان بس. هتظهر بعد كده في حاجات كتير زي واجهه ويندوز 8 اللي كانت معتمده على بلاطات مربعه ومستطيله بالوان مصمته، والستايل ده معلومه جانبيه هيتسمى المترو.
خليني اقول لك ان الحاجات دي كلها مش وليده اللحظه ولا بتطق في دماغ مصمم كده او ارت دايركتور مره واحده، هي بتبقى نتاج تجارب كتير واستلهام سمات من ستايلات فاتت، زي مثلا الكوربوريت هيبي في الستينات والسبعينات وطرقعه الالوان اللي فيه والاشكال والزخم والماكسيماليزم. بس يا سيدي انت اديت الناس القماشه وغذيتهم بيها بصريا في الوسائل المرئيه المختلفه، فالناس هتبدا تجود وتعمل الحاجات اللي بتعبر عنها بالادوات المتاحه ليهم. يعني انا فاكر فتره تفجر المنتديات من منتصف الالفينات بالصور دي، النوع ده من التصميمات، التشكيل البصري ده اللي كان بيتسمى انترنتيا بالفانكي مترو. انا مش محتاج اشرح لك، انت اكيد شفتها وعدت عليك، انا بس بفكرك بيها. الدوائر الكتير اللي جوه بعض وجنب بعض، خيالات الناس اللي فيها حركه او الجماهير اللي تحسهم في حفله، اشكال السماعات والعناصر التكنولوجيه وقتها. الستايل ده كان ضارب المنتديات، ضارب النت عموما. كل التصاميم اللي كانت بتتعمل كانت بالستايل ده، ووصل للتلفزيون. يعني انا اذكر مثلا تتر سيت كوم حسن التنين كان في عناصر الستايل ده بوضوح، اعلاناته فواصل موجة كوميدي، وكما قال الشاعر في احد معلقاته: وصباح كان طب شوف لي جوان. في الفيديو المشهور ده البنرات اللي في الخلفيه فانكي مترو. فاكر تترات وديكورات برنامج عز الشباب على روتانا مصريه، فايبس كافيه كلاسيك روك بتاع مصطفى قمر. وبمناسبه مصطفى قمر، افيش فيلم عصابه الدكتور عمر كان افيش اخضر اولا وبيتبع الستايل ده. واكيد بالسمات دي انت افتكرت اعلانات وتترات برامج ومسلسلات وافلام شفت فيها الملامح دي، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات. كمان البوسترات والبنرات والبراويز الديكوريه اللي كانت بتبقى في الكافيهات ايام ما كان اسمها كافيتريات بتاعت الشباب الروش طحن. افتكرت ان انا عشان قلت كلاسيك روك بتاع مصطفى قمر من حوالي شهرين شفت بوسترات بالستايل ده متعلقه على البحر قدام الكافيه، بس صورها ضاعت مني. في الالعاب مثلا انترو بيس 6 بتاع ميسي ده مشهور جدا، تحسه ماشي على كتالوج الفيكتور ديليا او الفروتجر مترو، وبيظهر عناصر زي الالوان الصاخبه والدواير في انترو بيس 2008. الداشبورد الشهير بتاع الاكس بوكس 360 الستايل ده بيطلع منه شويه تفريعات، ما كله بيجود بقى. يعني لما يبقى فيه بقع حبر ودهان متناثر، تكسيرات، تشققات، مع حضور كبير للون الاسود، بيطلع تصنيف فرعي اسمه الجرانج مترو. ده تحسه بيعبر عن عنفوان الشباب وتسكعهم في الشوارع والموضات اللي ظهرت زي الايمو والحاجات دي. اما لما يبقى في حضور للالوان السخنه زي درجات الاحمر والبرتقاني مع عناصر الشوارع والتكسير والجرافيتي والحبر والوان السبراي، بيطلع تصنيف فرعي اللي اسمه الاربلينج او الاربن جرانج. وكلمه جرانج دي اكيد انت سمعتنا بنقولها في القناه هنا كتير، هي ملمس الحيطان الخشن والاسفلت والحجر المكسر اللي لما بيتحط على حاجه بياخدها في حته تانية خالص، بيديها حق بالعنف او الحده. واشهر مثال عالمي عليه كانت فواصل برنامج كوميدي سنترال، ولما يركز على العناصر الموسيقيه بلمسه انثويه اكتر فيطلع ستايل فرعي اسمه الريف مترو. الجوانب الانثويه في الستايل ده مستوحاه من ستايل انا بسميه ستايل فتره باربي وهانا مونتانا، وهو الماك بلينج. جلد النمر على التليفونات البامبا على البناطيل الجينز الوايد ليج. لما العناصر النباتيه تزيد لكن بنفس التكوينات الفوضويه المتفجره، يبقى عندنا الفيكتور فلوريش او الفيكتور بلوم، مع وجود فوارق يعني مش موضوعنا دلوقتي بين الاثنين. ولما يبقى راجل كشري ودغري وماشي كده ويبقى في حضور للخطوط الحاده والزوايا الحاده، يبقى فيكتور هارت. وانا عموما بحس ان شغل هيديو كوجيما متاثر قوي بالستايل ده في العاب كتير. وطبعا انا مدرك التباعد الزمني بين الستايلات، بس يمكن انا اتعرفت على كتير في نفس الفتره اللي انت بتبدا تكتشف اللي حواليك. يعني بجانب الستايل الانترنتي اللي فات اللي انا اتكلمت عنه بانواعه ده، احنا كنا بنتفرج على قنوات وكرتونات كتير وبرامج بستايلات تانية خالص، زي مثلا النيون اوز، بقع سلايم، اجهزه وديكورات غريبه واحيانا تميل للرعب. والستايل اللي كان مجنني وانا صغير وبالنسبه لي بصنفه انه ستايل الهويه البصريه بتاعت سبيس تون وبعد كده نيكلوديان، الواكي بومو او الواكي بوست مودرنزم او الغرائبيه الما بعد حدثيه. وانا بالنسبه لي هويه سبيس تون دي لازم تدرس، لان هي مستلهمه كتير من الستايل ده. الالوان المتفجره، الديكورات الغريبه الطفوليه، تكوينات واشكال غير منتظمه، فونتات مكعبره، اعلانات المنتجات اللي كانت بتخلينا واحنا اطفال نريل ويجي لنا هطل اول ما نشوفها في التلفزيون او نشوفها في السوبر ماركت. كان في برضه ستايلات غرائبيه لكنها مستلهمه حاجات من الماضي زي الجوجي كيتش، وده ستايل امتد للعماره والتصميم الداخلي، اشكال وكتل غريبه الشكل واللون. بنشوفه في كرتونات زي جيتسنز، وهو احد ستايلات توجه الريترو فيوتشرزم، وكان باين سمات كتير منه في فيلم فانتاستيك فور الاخير. لو ترجع تشوف الحلقه احنا قلنا عليه تصور الماضي عن المستقبل. وبما اننا بنتكلم عن المستقبل، فمن اشهر الستايلات المستقبليه اللي ظهرت في منتصف الثمانينات هي الواي 2 كي فيوتشرزم. واي 2 كي يعني العام 2000، فيوتشرزم المستقبليه. احنا في الثمانينات ويمكن من قبل كده شايفين العام 2000 ده هيبقى عامل ازاي، الحياه فيها هتبقى عامله ازاي، المستقبل، الناس اللي هيبقوا لابسين بدل فويل وجلد، والاجهزه كلها هتبقى مقلوظه ومبقلظه وبتلمع ومعدنيه وبديكورات معدنيه وعناصر زجاجيه وكليب يوم ورا يوم.
انا محتاج مساعده، انا سميرة سعيد بتطاردني في كوابيسي من ساعتها. وخليني اقول لك ان الحركه الفنيه بتاعت الواي 2 كي دي كانت في الموسيقى والكليبات والالعاب والافلام والمسلسلات والجرافيك ديزاين، وليها تفريعات كتير ومدارس منها كتير بشكل بيخليني دي عايزه سلسله لوحدها، يعني مش حلقه، مش هتنفع هنا خالص، بس ممكن نعبر عنها بكلمات يعني زي ايه؟ سطوه التكنولوجيا والسرعه وغياب مركزيه الانسان سيكا. حلوه سيكا دي. وبمرور الوقت والتغيرات الثقافيه والاجتماعيه اللي بدورها بيبقى ليها تاثير على التوجهات الفنيه، بيبدا يسترجع من الذاكره ويبقى في حضور للعناصر المستقبليه المستمده من الواي 2 كي فيوتشرزم، فبيظهر ستايل الفروتجر ايرو. من سمات الستايل ده الزجاجيه والشفافيه والخلفيات المائيه اللي بتدي احساس بالعمق والتفاؤل، الفونتات الانسانيه والاشكال اللي فيها منحنيات معدنيه خفيفه جدا مع تدرجات لونيه سماويه زجاجيه. فتقدر تقول انه ستايل مثالي بيعبر عن عالم غير مثالي. ويمكن اللي بيفرقه عن الواي 2 كي فيوتشرزم انه بيحاول يقدم المستقبل والتكنولوجيا في اطار الانسان والطبيعه بعناصرها زي المسطحات المائيه، الفقاقيع، المساحات الخضراء، السماء الممتده، الاسماك، الاشجار وخلافه. فبيحاول يقدم المساحه اللي تسمح بوجود التكنولوجيا من غير ما نبقى عايشين بين المكن والحديد برؤيه انسانيه. بدات تظهر سمات الستايل ده في واجهه مستخدم ماك او اس اكس اللي هي النسخه التجريبيه، وبعد كده هيبقى فيه لغه تصميميه مستقله بذاتها هتتسمى الويندوز ايرو، اللي هتبدا بالنسخه الاوليه لويندوز فيستا اللي اسمها لونج هورن سنه 2003، وصولا لويندوز فيستا نفسه اللي كان لمن استطاع اليه رماة. وكان عاجبني فيه قوي اول ما شفته التاسك بار اللامع اللي فيه لوجو ويندوز في دايره، النوافذ الزجاجيه والايقونات الجلوسي المقلوظه. وطبعا مأساة ويندوز فيستا اكبر مننا نحكي عليها دلوقتي، لكن بعده بنشوف تصور كامل للويندوز ايرو في واجهة مستخدم ويندوز 7، أحلى واجهة ويندوز اتعملت في التاريخ بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير. التصميم ده كان مليان تفاصيل وتفاصيل دقيقة عشان تنبهر أكتر. شكل السهم، شكل الايقونات، لو فتح اكتر من نافذه ورا بعض بتلاقي اللي ورا باينه اكنها ورا ازاز مصنفر مبلوره. تفاصيل جماليه وراها فكر وفلسفه وشكلها جميل. وبنشوف تجويد على نفس الستايل في واجهه اجهزه تانية زي واجهه البليدز الشهيره بتاعت الاكس بوكس 360. وزي ما انت بقيت اكيد فاهم، انت اديت الناس القماشه وهيجتهدوا في خلق ستايلات فرعيه من الفروتجر ايرو زي الفروتجر ايكو، وده عناصر الطبيعه ليها اقوى حضور والفكره كلها متمحوره حواليها. والنقيض تماما الفروتجر ايجو او الدارك ايرو، وده تقدر تعتبره الدارك مود بتاع الويندوز ايرو، حضور طاغي للون الاسود والغوامق في مزيج مع اكتر من لون اشهرهم الاخضر، مع وجود عناصر تكنولوجيه بتصاميم شبابيه لبرامج زي الميديا بلاير والحاجات اللي الشباب بيستخدموها. ففي ستايل انا بشوف ان هو تلفزيوني برمجاتي اخباري بامتياز، وهو الدورفك داي لايت اورنج فيوتشرزم جرافيكس. هو ستايل تقني تبسيطي مستقبلي معتمد بشكل رئيسي على التصميمات التقنيه المجرده، الخطوط والحاجات اللي تحسها في بورد او تشيبس، المدموجه مع تدرجات اللون البرتقالي والابيض. احيانا كنت ممكن تشوفه في انتروهات البرامج الاخباريه او التقنيه، بس هو استخدم في حاجات كتير جدا. وعشان احط الحلقه في سياق محتوى قناه الافيش، عايز اتكلم عن ستايل بعيد تماما عن اللي فاتوا دول اسمه الهيبنس بيرجاتوري، وهو وصف ديني لحاجه زي البرزخ عندنا كده. ستايل انا بحسه حالم، حالم ايه، هو حلم وغريب، وفي مزيج او كولاج بين الصور الحقيقيه والرسومات والدودلز اللي هي الخربشات والشخبطات والسكتشات. وانا بعتبر بوسترات افلام زي الكيت كات وفوتوكوبي كان فيها من سمات الستايل ده، حتى لو اللي عاملينها ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم فايل نيو هيبنس بيرجاتوري. وعشان ممكن فضولك يكون أثير، تسمية الستايلات اللي فاتت فروتجر مترو وإيرو وهكذا دي تسمية انترنتية، مش بالضرورة كانت مصاحبة لظهور الستايل، ولا اللي شغالين كانوا بيقولوا يلا بينا أنا هشتغل فروتجر مترو هعمل فروتجر إيرو. هي بتتسمى كده نسبة للمصمم السويسري أدريان فروتجر، لو ده النطق يعني صحيح، واحد من أهم مصممي الخطوط، وصمم خط اسمه فروتجر نسبة ليه، يعني خط واضح طباعي بسيط إنساني. ووصف الهيومنست تايب فيسز ده موضوع تاني، فالتوجه بتاعه في هذا الخط كان مشابه لتوجهات الستايلات دي، بتعبر عن الناس ورؤيتهم مش الآلات. التصميم يكون مفهوم للناس بدون شرح أو حنيكة، عشان كده جرى العرف انترنتيا إن هم يسموا بعض الستايلات بفروتجر تكريما لذكرى أدريان فروتجر. عشان ادلل على كلامي، انا ممكن اسمي ستايل معين كنا بنستخدمه في 2009 2010 باليوزر بار ستايل. ايه هو اليوزر بار؟ اليوزر بار ترجمتها الحرفيه شريط المستخدم، زي اللي طالع على الشاشه ده. يعني انت شايف التصميم الرفيع قوي ده؟ للي ما حضروش المنتديات، احنا لما كنا بنكتب مقالات على المنتديات اللي كنا بنسميها توبيك او موضوعات، كنا بنفصل الفقرات بالفاصل ده لسبب انا مش فاكره. كنا دايما بنخليه في الوظه بيضه كده اكنه ازاز جلوسي، في باترن منقط اكنه شاشه CRT، بس ده كان ضارب الدنيا وبيتعمل بيه تصميمات كوره وتصميمات افلام وحاجات كتير وقتها على النت. فانا ممكن اقول والله انا دلوقتي في 2025
بسمي النوع ده من التصميمات اليوزر بار ستايل. ما انا حر اهو عادي. ومن الطرائف ان في ستايل ممزاوي نتاوي اسمه الفوتو نايت ويب، تجويده على الفروتاجر ايرو. تخيل نتاج ايه؟ واحد على ريدت نام وحلم انه هيشتغل فويس اكتور في ديزني وهيعمل دور شخصيه سمكه بنفسجي، والاستوديو اللي بيسجل فيه كان تحت الارض وفي اسلحه نوويه وفضائيين وحاجات كتير. قابل راجل اسيوي بيتكلم عن الفروتاجر ايرو باسم فوتو نايت ويب وفاكر انه شاف الكلمه قدامه، فبينشأ كوميونتي على ريدت وبيعملوا تصوراتهم الممزويه عن الموضوع. تسمحوا لي رنتايه صغيره، هي رنتايه ذاتيه وغير موضوعيه. اتمنى ان انا كنت موفق ان انا اوصل للاستنتاج ده بالحلقه دي. كل الاستايلات دي اللي جعلها مميزه وخلى ناس كتير ترتبط بيها ان هي بتقول حاجه وبتعبر عن فكره وهويه وثقافه وفيها روح. عارف ابو نانسي لما قال لك بقيتوا صفر صفار الموز؟ انا بشوف ان احنا شغلنا كله بقى ماسخ مساخه لبن جوز الهند اللي بتلاقي ازازه كده ب 60 جنيه في السوبر ماركت. كل حاجه حوالينا في التصميم واللي عايز يبقى كل حاجه حوالينا في التصميم طبعا بقت مسخه. تليفون اهو مستطيل ازاز، تليفون ب100,000 جنيه وتليفون ب5,000 جنيه مستطيل ازاز، تابلت مستطيل ازاز، الشاشات مستطيلات ازاز، الديكورات كلها مسخت وبقى دمها تقيل. تصاميم اللوجوهات، تصاميم المحلات، التصميم الداخلي، التصميم الخارجي، واجهات المحلات، واجهات المباني، كل الحاجات بقت مسخه وملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحه. وبقى في ناس للاسف رواد للمساخه اللي هم يبقوا مصممين كبار جدا، بس هو الفكره ان انت هو مخوخ من جوه، فاضي من جوه، ما عندوش حاجه بيقولها. هو نظريا بيعمل شغل بيدفع فيه آلاف الدولارات جوه مصر وبره مصر لانه بس شبه الاندستري ستاندردز او معايير الصناعه وقتها، انما شغل ماسخ. وبما ان احنا بدانا برنتايه صغيره، تسمحوا لي ندبايه صغيره، اخواتنا وحبايبنا بتوع اليو اي واليو اكس والويب ديزاين وتصميم الابليكيشنز، ايه يا رجالتنا ما مسختش قوي يعني؟ مش شغلكم كله بقى شبه بعض؟ والحاجات اللي انتوا بتسموها بروفيشنال لوكينج ويب سايت، كفانا البلاطات والالوان الفلات اللي في المواقع وفي الابليكيشنز وفي كل حاجه فلات، كل حاجه بلا تفاصيل، كل حاجه مينيمال بسخف. يعني تفتح ويب سايت لوكال براند بيبيع هوديز تلاقيه شبه ويب سايت شركه ريل استيت، تلاقيه شبه واحد عايز يبيع رباط جزم، كل حاجه ما بتعبرش عن حاجه. وتيجي تلاقي ايه الشاب منهم فارد طوله قوي على بيهانس ولا فارد طوله على منصات الفريلانس، يقول لك اعمل لك بروفيشنال لوكينج ويب سايت، فيعمل لك الويب سايت. ماشي، هو شبه الويب سايتس دلوقتي بس هو ما بيعبرش عني وما بيعبرش عن اي حاجه. هي دي حاجه شبه القوالب بتاعت وورد بريس بتاعت زمان، تخش تلاقي دايما اللوجو يا فوق على الشمال يا فوق على اليمين على حسب. ولو اللوجو فوق على الشمال فتلاقي الناحيه الثانيه 3 شرط اللي هي بتاعت فيجما دي، 3 شرط تدوس عليهم تلاقي قايمه. طب قايمه شكل امها ايه؟ مستطيل طويل فيها اختيارات، مستطيلات عريضه، صوره ولازم نكتب عليها الرؤيه والرساله. كل واحد دلوقتي عنده رؤيه ومحزب الامور قوي ومفزلكها ومفلسفها زياده عن اللزوم، فما بقاش فيه الروح اللي بتعبر عن الشباب وبتعبر عن افكار الشباب وبتعبر عن الفتره اللي احنا فيها. احنا دلوقتي كله قوالب. الويب سايتس القديمه بقى بتاعت شركات المشروبات الغازيه وقنوات الكرتون احلى 100 مره من اي حاجه انتوا بتعملوها يا شباب. دي مش مساله شخصيه والله، بس يعني للشباب اللي ممكن تسمع وتستفيد من الانايه الصغيره دي، يا جماعه جربوا حاجات كتير يا جماعه، بلاش الاولبه دي. اشتغلت في ايجنسي فراحوا معلبين دماغك ان هي بتتعمل كده، شكل الابلكيشن بيتعمل كده، التصميم بيتعمل كده، القوالب دي كلها. جربوا كتير واشتغلوا كتير، تطلع حلوه تطلع وحشه مش مهم، المهم تطلع اصلا حاجه. اتفرجوا على كل حاجه وحللوا كل حاجه وانقدوا وخلي عندكم راي، وارجعوا اشتبكوا بعد كده مع الراي ده لما يكون اكتسبتوا خبره اكتر او تصوراتكم بقت اوضح عن حاجات كتير. وكل ما تيجي تكلم حد اللي هو يا اسطى يعني الحاجه شكلها ماسخ، يقول لك ما اسمهاش ماسخ، ما اسمهاش ملهوش معنى، اسمها مينيمال. الحاجه لازم تبقى سيمبل. المينيماليزم هي السيئه. انا في وجهه نظري بشوف ان المينيماليزم ما هياش الوصفه الناجحه لكل حاجه، هي مدخل، ابروتش زي ما بيقولوا، مدخل بتدخله للمشروع بتاعك او للفكره اللي انت شغال عليها. في مداخل كتير، لو انت وجهه نظرك ان انسب شيء هو المينيماليزم سير على بركه الله، لكن ما ينفعش ان احنا بدايه شغلنا كلها مينيمال. وفي ناس ولا ليهم في التصميم ولا ليهم في النقد ولا ليهم في حاجه، بس يشوف حاجه مثلا ايه فيها شويه تفاصيل، فيها شويه حليات ولا بتاع، يقوم عامل لك كده. تقول له مالك ايه دي؟ لا التصميم مش مريح لعيني خالص. لا مش مريح لعينك، حط لها قطره وسيبها فتره. كل حاجه ليها حاجه. وهنا انا برضو عايز احط خط فاصل، انا فاهم ان في حاجات بتبقى متنافره مع بعض بشكل ولا في قواعد فنيه ولا جماليه ولا اي حاجه، انا فاهم دي حاجه ومش مريح عيني دي حاجه تانية، ده كلام فارغ. واصلا انا بشوف حتى المينيماليزم دي بقت موضه الاغنياء.
يعني انت اوضه زي دي عشان تفرشها فرش مينيمال تدفع لك مثلا 100,000 جنيه عشان تجيب الكرسي المينيمال ابو 15,000 جنيه، والفوتيل مينيمال ابو 20,000 جنيه، والتابلو المينيمال، والكونسول المينيمال، والمش عارف ايه. وده بيتناقض اصلا مع المبدا الرئيسي للمينيماليزم بتاعت less is more، يعني you can do more with less. طب لما انت صرفت الفلوس دي كلها مينيمال ايه وزفت ايه بقى على دماغك بقى؟ قول ان انت بتتفرج على بنترست والحاجات دي حاسسها سيمبل ومينيمال واليجنت، فعشان ايه تزيد مع الزيطه بتعمل الحاجات دي. انا قاعد في اوضه فوق السطوح وما عنديش دولاب وبعلق هدومي على مسمار في الحيطه، دي اسمها مينيماليزم ولا اسمها ضاربني السلك؟ عززوا تجربة الناس بالفن بتاعكم وبطلوا تقولبوهم في قوالب جاهزة وثابتة وشغل ماسخ ملهوش لا طعم ولا لون ولا ريحة، عشان الذكاء الاصطناعي هيحفظ الدم والتك والشخاليل بتاعتكم دي الشويتين اللي بتعملوهم وهيستبدلكم. ده لو بالفعل ما عملش كده. وبس كده. طبعا الاسطمبة بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. وبس كده. شكرا جزيلا.